لاجئة عايشة لاجئة في أمريكا، خرجت حتى تسيء لجامعة الأزهر وللأزهر الشريف، بل وتغمز جناب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شاب مسلم جميل اقتطع كلامها ورد عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا سأترك كلام البنت وكلام الشاب الجميل حضراتكم تسمعوه. والله حضرتك اللي جميل، جملكم الله بنوره. بعتذر ان صوتي تعبان شوية، بس رغم اني تعبان لما لقيت فيديو من حضرتك ما قدرتش، يعني قمت صورت حدثين ورا بعض. بصراحة أثروا فيا اني اطلع في فيديو الأفيخاي وفي فيديو للشيخ عمرو نور الدين، فبصراحة يعني اتشرفت جدا بحضرتك. اتفضل. شوف مع بعض. احنا مطلعين نكتة علشان تخفف علينا يعني الظروف اللي بتحصل حوالينا. يعني حضرتك لو الكنيسة عندك عملت حاجة شبه كده وانا طلعت اتكلمت عليها بالمنظر ده هتقولوا لي ازدراء أديان، انما لما تعمليها انت ده بيبقى ايه بقى؟ جهاد في سبيل الله ان شاء الله ولا ايه؟ بس ما الناس ما عندهمش دين. لا، ده مش اسمه جهاد في سبيل الله، ده اسمه لجافة. يعني المفترض تختار الألفاظ يا حبيبنا. ده اسمه لجافة زي ما بيقول إخواننا الخليجيين والسعوديين، واحدة ملجوفة يعني. كمل يا ابني كمل. الخبر طلع حقيقي، جامعة الأزهر الشريف هتعمل قسم للطب النبوي. انت مالك يا نصرانية؟ جامعة الأزهر الشريف جامعة مسلمة للمسلمين، تعمل الطب النبوي، تعمل الطب اللي مش نبوي. انت مالك؟ نصرانية بصليب عايشة في أمريكا لاجئة، بتاكل من مال الأمريكان وتبرعاتهم، وعايشة لاجئة عندهم يا بتاعت المحبة. انت مالك؟ على قولة الأستاذة فاطمة ثعلبة، انت مالك؟ انت مالك وانت مالكش تعمل خالد النبوي حتى، انت يخصك في ايه ده؟ يعني مع كل تقدم العلم والطب والاكتشافات اللي بتحصل حوالين العالم، طبعا مش عندنا يعني. وكلية شوف، ودي بقى اللي بنسميها تلقيح النصارى. مع كل العلم والاكتشافات والمش عارف ايه، ما هو النصرانية لو كانت عرفت ان اكثر ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الامور العلاجية هي مأخوذة بعين الاعتبار في الامور الطبية. بس الحقد والحسد يا جماعة، فهؤلاء الملاجيف ما يقدروش، ما يعرفوش. بس هنقول ايه؟ الطب النبوي دي بقى هتمنع ابحاث الدكاترة المسيحيين المصريين عن غزو الفضاء ولا؟ احسنت. يعني انتوا المفترض مثلا زعلانه ان احنا هنعمل كليه الطب النبوي. طب والنصارى المسيحيين ما وروناش غزو الفضاء ليه؟ صحيح ما عملوش حاجه ليه؟ ما انجزوش حاجه ليه؟ ايه الدوك فليد اللي قاعد مستني الدكاتره المسيحيين المصريين اللي هيغزوا الفضاء اعماله هتتعطل؟ احنا صح. بنرجع للطب النبوي ليه؟ غصب عنك ورغم انفك بنرجع للطب النبوي إكراما لجناب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المسلمين اللي فتحوا مصر وأرغموا أنف المستعبدين فيها وعلموهم الأدب وطردوا الرومان. سيد المسلمين وتاج راس المسلمين. هنسمي كل شارع في مصر باسم النبي محمد، هنسمي كل بيت باسم النبي محمد، هنحط على كل بيت ورقة كده فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على كل شارع هنحط ورقة باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل لمبة هننورها هنحط تحتها كده اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان يغيظكم ويثيركم. احنا ليه بنعمل كده في نفسنا؟ مالك؟ انت فاهمك اساسا في الحاجات دي؟ انت مالك؟ ليه بنعمل كده باختيارنا بإرادتنا في وسط كل اللي احنا فيه ده؟ انت مالك صحيح؟ انت نصرانية عايشة في امريكا، انت مالك؟ ما نعمل في نفسنا اللي احنا عايزينه. طب ما تيجي عندنا هنا وتعيشي معانا وتقولي اللي انت عايزة تقوليه. ولا الرشم في امريكا احسن من الرشم في مصر؟ ولا الوضع ايه بالظبط؟ وفي فلوس هتتصرف علشان نعمل قسم جديد طب النبوي. هم هيعملوها على حسابك. حد طلب منك تتبرعي لبناء كلية الطب النبوي؟ حد اقترح عليك تدخلي عيالك كلية طب نبوي؟ عايزة من ميتين ابونا ايه؟ حسنت والله. مش عارفة الطب العادة أثر معانا في ايه؟ الطب العادة ده غير الطب الصليبة؟ وعندي كام سؤال بقى. دلوقتي الدكاترة اللي هيتخرجوا من جامعة الأزهر في قسم الطب النبوي هيفتحوا عيادات وهيقولوا عليها كده العلاج بالطب النبوي؟ الله. هنفتح عيادات ونقول العلاجات بالطب النبوي. هنعمل كده وهنكتب تحت العلاج بالطب النبوي ممنوع دخول الكائن اللزج، ممنوع دخول الكائن الملجوف. هم طولك يا روح، هم هيفتحوها عندك في البيت. حد طلب منك جزء من الصالة كده بالسفرة نفتح فيه كلية طب نبوي يعني؟ فيعني الواحد كده وهو بيدور على دكتور وبيحجز يلاقي دكتور بيعالج بالطب النبوي ودكتور تاني بيعالج بالطب العادة؟ حرية رأي بقى وتعبير والحاجات اللي انتوا بتحبوها دي. اللي عايز نبوي يخش يمين واللي عايز عادة يروح شمال. انت شاغلة بالك ليه؟ عاملة برضه زي الجماعة الملحدين دول. انت ست الدين،
خلاص خلصت بقى من القيود والمفروض بقى تعيش حياتك وكده، ما تروح تعيش حياتك. لا قاعد طول اليوم الدين 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 يا ابني انت مش طلعت من الدين. طب سؤال تاني، الروشتة اللي هيكتبها دكتور الطب النبوي دي هتتصرف منين؟ انا عايز اشوف الكلب اللي معاه روشته طب نبوي اللي سألك قال لك اصرفها منين. انت مالك انت مالك. والله اللزاجة هي اللي لها انها تبقى كائن لزج يا استاذ. معلش هنا كان لازم اوقف ثانيه. حضرتك ما تقوليش يا استاذ، انا اقول لك يا استاذ ويا شيخ، رغم اننا في سن قريب من بعض بس احتراما لعلمك. انما انت ممكن تقول لي يا اس عادي، اصحابي بيقولوا لي كده. كائن لزج، هم كده يا اخي، طبيعتهم مخلوقين يبقوا كده. يعني لستة علاجات الطب النبوي الكتيرة دي من ضمنها مثلا بول البعير. هي من ضمنها بول البعير، هي دي حجة النصارى. حاضر حاضر، سأسمعكم ما يسركم. تأكل كعكا من الشعير. أنا آسف يا جماعة، اللي بياكل أو بيشرب أو ماسك سندوتش شاورما أتمنى أن تعتزل الشاورما الآن. الكتاب المدعو مقدس يقول: وتأكل كعكا من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان. وزعلان أن الكتاب المقدس بيتكلم عن انك تخبز الكعك على البراز الادمي، بس ده بقى مش للمرضى. كيف هتقول لك اصل ده كان لي مش عارف القريه، اصل ده معناه مش زي ما انت بتقول. انا مالي، ده الكتاب مش ده الكتاب. فقال لهم ربشاقي: هل الى سيدك واليك ارسلني سيدي لكي اتكلم بهذا الكلام؟ اليس الى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ايوه يا ست، ويشربوا بولاهم يأكلوا عذرتهم يعني برزهم يا أستاذ، ويشربوا بولهم يعني الببيه يا أستاذ. الله، ده أنا لسه سامع بودني حالا نصرانية بتقول بول البعير يا ولاد اهي. يعني لستة علاجات الطب النبوي الكتيرة دي من ضمنها مثلا بول البعير. من ضمنها بول البعير، ومن ضمنها البراز والبول الآدمي زي في الكتاب المقدس. ممكن ندخلها في لستة العلاجات. هي بتلف اللفة دي كلها علشان توصل للقلشة اللطيفة دي اللي بقالهم 1500 سنة بيقولوها ومفكرين انها بتضحك. قلتيها خلاص، هديتي اتبطيتي. شوفي حضرتك، هو من 1500 سنة العزبي ما كانش لسه ليها فروع كتير، وما كانش فيه ابلكيشن طلبات ممكن حضرتك تطلبي منه، فيعني كنا بنلجأ لحاجات بدائية، اعشاب بقى. وهي الابل دي نازل فيها صورة، الابل دي مخلوقات ليها طبيعة خاصة، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. وهو حضرتك يعني انتوا دايما تلعبوا على الموضوع ده، واصل النبي امي. هو يعني انا اسف يعني، هو معلش في الكلمه، هو السيد المسيح عليه السلام كان في اي جي الاكاديميه، يعني هو ما كانش فيه جامعات ساعتها. فالله يرضى عليكم واهدوا علينا بقى. هتبقى متوفرة في الصيدليات يعني من هنا ورايح، ولا هنصرفها من عند الدكتور في العيادة عاملها عمولة مثلا؟ الدكتور هيتبول لك هو بقى في ازازه ويديها لك علاج. حضرتك خيالك مريض يعني بجد، حتى خيالك مريضة فعلا نفسه والله، مريضة فعلا والله يا جماعة. انتوا بتتكلموا مع ناس عاهات قلوبهم مليئة بالمرض، ناس كائن لزج فعلا، كائن لزج حقيقي يعني، اللي هي مفكرة انها كده بتقلش على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانها كده مفكرة انها بتقلش وبتسيء للإسلام. انت بتتكلم عن 1400 سنة ما كانش فيه جامعات، ما كانش فيه تقدم، ما كانش فيه علم، ما كانش فيه غير الطبيعة. فانت بتتداوى بما يوجد في الطبيعة. عموما نكمل مع النصرانية اللزجة. محتاج علاج. طب سؤال ثالث وأخير، لما الطب النبوي بالأهمية دي كلها وهنفتح له قسم مخصوص في جامعة الأزهر وهنصرف عليه، شيخ الأزهر بيتعالج في ألمانيا ليه؟ عنده نفس اللي بيحصل للبابا توادرس بابا الكنيسة النصرانية. مش انتوا بتعملوا معجزات وبتشيلوا الجبل المقطم من مكانه، والبابا كرولوس بيشفي من السرطان ومن المرض؟ هو ليه البابا توادرس بابا الكنيسة المصرية الأرثوذكسية كل شوية يسافر إلى أوروبا للعلاج؟ بيعمل ايه هناك؟ العذراء ما قدرتش تعمل معاه معجزة؟ القديسين أبو سيفين محدش عارف يعمل معه حاجة، فاضطر انه يسافر الى اوروبا علشان يتعالج. شوف يا جماعة الحقد الناطق على ألسنتهم. نشوف رد الاخ بيقول ايه. تأمين صحي هناك على ما كلية الطب النبوي تفتح. خالته عايشة في ألمانيا فبيروح يتعالج ويبص عليها. انت شاغلة بالك ليه؟ والله صح، والله يا ابني صح. شيخ عمرو اتشرفت بحضرتك جدا، وربنا يصلح الحال يا رب. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.